شاعر عراقي بارع في اقتناص أجمل صور المخيلة، وبإمكانه أيضاً التعبير عنها بدلالات مختلفة. احنا الآن في ساحة باريس في عمان، وبانتظار الشاعر العراقي عبود الجابري. طبعاً احنا محضرين له مفاجأة وهو لي حد الآن ما يعرفها. مساء الخير. مساء الخير. شلونك؟ شلونك؟ مرحبا. ايش بدي اسوي؟ شلون أخبارك؟ بدي أنتظرك، بس قررنا إنه نسوي لك مفاجأة. لا صدق هنا؟ لا هو بالبداية، لا هو احنا يعني حنتحرك من الساحة المكان. أنا أعرف أنت تحبه، بس حبينا إنه نسوي لك إياها مفاجأة. جميل والله، فاجأتوني حقيقة. أنت عندك مجموعة شعرية تقول يتوكأ على عماه، فخليناك اليوم تتوكأ على عماك. العمى المبصر. طيب نتحرك للمكان؟ حرك. أهلا وسهلا بك. طبعا تحرياتنا كانت كلش قوية، فعرفت إنه أنت تحب هذا المكان دائما ترتاجه. يعني هو مكان أنا أصلا اكتشفته حديثا، يعني من أشهر. يعني كنا نجلس في مقاهي معينة بالبلد، بعدين صرت أروح على المقاهي ما ألاقي أحد من جماعتنا. فبديت أسأل، اكتشفت أكثر من مكان يعني يروحون بي، بس ثبت لي إنه غالبية الأصدقاء سواء كانوا العراقيين أو الأردنيين يجون على هذا المكان. أنت من 18 سنة تقريبا برا العراق، يعني على مشارف العام 18 تقريبا يعني. عمر. طبعا عمر كامل. هل تعتبر هذا هو بديل للمقاهي الثقافية اللي كانت موجودة ببغداد اللي كنتوا ترتادوها؟ مطلقا. أبدا؟ مطلقا. المقهى العراقي يملك خصوصية يعني ربما لا يشبه إلا المقهى العراقي في مصر على ما أظن، رغم أني لم أعش تجربة المقاهي الثقافية في مصر. في المقهى العراقي كنا نستعيض بالمقهى عن المؤسسة. كنا هناك نعرض قراءاتنا لكتب جديدة، وكنا ننتظر مساء المقهى أو صباح المقهى في أيام العطل. بعدين المقهى العراقي في مدن معينة، في بغداد تحديدا أو في محافظات أخرى، المقهى هو المكان الذي يفترض أن تجد به الأديب حين تفتقده، حين لا يكون في بيته. لم تكوني هناك، كانت الأمهات يمشطن شعر التراب ويسعين بين الصفا والمرارة. كنت أرى وشم كفيك يومئ لي، فأحث الخطى وأراك تمدين قلبك صوب عيوني، كأن المسافة بيني وبينك تخبو فتنهمر الروح. أنت هناك، فمن سيوسدني راحتيك ويهمس عبود الجابري شاعر، ولكن هجر الشعر لسنوات. شنو كان السبب؟ حقيقة أنا لم أهجر الشعر، يعني أو أنا تنازلت عن الشعر لصالح الحياة. يعني أنا عندما يعني غادرت العراق كان أمامي خياران: أما أن ألتحق بركب العاطلين عن العمل وأدعي أنني شاعر وأمارس الجلوس في المقهى. الجلوس في المقهى يعني أن تنضم إلى قافلة المتسولين، أو أن أبحث عن عمل يضمن لي يعني أو يصون عرق جبيني على الأقل. فكانت هذه الفترة هي الفترة المهنية التي احتجت فيها أن أؤسس نفسي وأؤسس بيتي. كما تعلمين يعني لدي بيت وأولاد بحاجة إلى من يتكفل برعايتهم، فكان علي أن أصل الليل بالنهار عملا. كنت يعني قريب من المشهد، ولكن لم أكن حاضرا فيه بالشكل الذي أنا كنت أتمناه أو يتمناه لأصدقائي.
فهرس الأخطاء، وأيضا في الكتاب الآخر الديوان اللي هو يتوكأ على عماه. أشعر أنه في حالة بحث عن شيء، أو في نفس الوقت حالة رفض لشيء، يعني في حالة رفض هو وبحث. أنا راح أقول لك شغلة، يعني أنا دائما يسألوني أصدقائي يعني العرب بشكل عام، أو حتى أحيانا العراقيين يقولوا لي أنت مستقر في عمان؟ هذا السؤال البديهي، يعني ما معناه أنه أنت عايش. أقول لهم لا، أنا قلق في عمان. هو يعني هذا القلق انتابني في أكثر من سؤال: سؤال المصير، سؤال الوطن، سؤال الهوية، سؤال ثم يعني هو سؤال ينتج من عدة أسئلة يطرحها عليك ابن البلد اللي يلتقيك، ويطرحها عليك أولادك، ويطرحها عليك أهلك أيضا هناك بالعراق. فهذا طبعا كله يعني بالتأكيد راح ينسحب في تفاصيل النص وتفاصيل القصائد. هذه الحمامة حين يشيب جناحاها ويشيخ منها الهزيل؟ هل تلوذ بمرايا العصافير الفتية لتسقط في الوهم، أم أن نافذة صماء ستمنحها فرصة للغناء؟ هذا من نصك أفول. في هناك سؤال عن المكان بمعناه المادي ومعناه المجازي. إلى أي مدى ممكن أن يكون الشاعر مرتبط بسؤال عن المكان؟ هو أصلا المكان جانب مهم من الشعرية العالمية كلها، وتعرفين كثير من الدراسات يعني سطرت بهذا الشأن. وهناك أماكن ارتبطت بأسماء أشخاص، وأشخاص ارتبطت أسمائهم بأماكن. فالمكان جزء مهم من حياة أي إنسان، بما أنه الشاعر إنسان يملك من الحساسية ما هو مفرط، وبالتالي تعلقه بالأشياء أو نفوره منها يكون مفرط أيضا. على عتبة الباب تمسح الشوارع عن قدميك، والوجوه من رأسك، وتنتبذ جرحا فتيا. اسكت يا ولد، فثمة شوارع تتربص بك، وسماء دافئة تسكن عينيك. أبعد البنت عن المدفأة، ثمة أنت هناك تمدد ساقيك، وتنهر أبنائك كي ينهضوا مسرعين إلى المدرسة. للمبدع طقوس في حياته اليومية، وأيضا تأثر هذه الطقوس في عمله الإبداعي. لو ردنا نتحدث عن طقوس عبود الجابري، أكثر شيء اللي هو مؤلم عندي يعني مرحلة ما قبل الكتابة. يعني مرحلة الكتابة أصاب بحالة شرود وذهول، يعني تبعدني عن الناس يعني القريبين مني بالبيت تحديدا. فأظل رايح جاي ما أعرف شو أسوي يعني. سأحاول تبديل كل شيء: الكرسي الأعرج، والبساط الذي يمد ألسنته على بلاط الغرفة. سأحاول تبديل البساط لأنه يمد ألسنته على بلاط الغرفة، والكرسي لأنه أعرج. ولا أعرف إن كان البساط سيكف ألسنته عن السعي بين شقوق البلاط الآمنة. حينها سيكون علي
أن أبحث عن عاقل يرشدني، فأنا أحاول تبديل كل شيء وأحاول تغيير كل شيء، أحاول أن أركل اليوم المكرر وأن أحرر أصابعي من لحاء شجرة المطاط المزروعة في أعلى السماوات، وأن أعيد ترتيب ما أملك، وما أملك ليس سوى قصائد جاثية على باب النسيان وكرسي أعرج وبساط يمد ألسنته هازئا. للإنسان عدة ولادات في حياته، لكن تبقى للولادة الأولى الأثر الأساسي والمهم. الولادة الأولى اللي أقصد بها النشأة، تفتح البصيرة والبصر على المحيط والمكان والعادات والتقاليد والمجتمع. المسافة بينك وبين ولادتك الأولى كيف ممكن أن تعبدها؟ أعبر عنها؟ تعبدها. لماذا تعبد المسافة؟ بالحلم أن أكون شاعرا. إلى حد الآن ما حسيت أن الحلم تحقق بشكل اقتنعت أني أنا وصلت إلى كتابة نص أنا أحلم به ويتمناه أصدقائي، لكن الحلم لم يكتمل، حيث يعني أو يهوى حلم مجروح بسبب العيون الكثيرة التي تتعمد أن تكون مغمضة تجاه كثير من المبدعين. أحب أشكرك على هاي الجلسة الجميلة والقصائد الجميلة اللي سمعناها، وقبل أن أختم وياك حوارنا راح أستأذنك بأن أخذ الكتاب وأضيفه إلى مكتبتي، وأتمنى لك دائما كل الألم. أشكرك. الله يخليكم، شرف. جولتنا وياكم في عالم الشعر والإبداع خلصت، وكنا هناك يوعدكم دائما في محطات جديدة، انتظرونا.